مشاهدينا الكرام في هذا البث المباشر من المركب الرياضي محمد الخامس الذي يحتضن واحده من المواجهات المهمه والقويه عن الجوله الرابعه والعشرين، تجمع بين الوداد الرياضي البيضاوي وفريق اولمبيك خريبكا. لقاءات دائما اللي كتجمع عاده بين الوداد واولمبيك خريبكا، خصوصا بالمركب الرياضي محمد الخامس. فالاثاره، التشويق، صلاح ضامين والغيني سيلفا، رودي نيلسون، كلها غيابات في صفوف فريق اولمبيك خريبكا. تعطات انطلاقه ديال المواجهه، نتمنى بانه الفريقين يقدموا لقاء اللي يكون يعني مفتوح، نتابعوا اهداف، تكون هناك فرجه سواء الجماهير اللي كتتابع اللقاء عبر قناه الرياضيه او الجمهور اللي كيتواجد هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس. اول محاوله بواسطه اللاعب السابق لفريق الوداد زهير المترجي. زهير المترجي كنعرفوا بانه اللاعب امام فريقك السابق. هذه فرصه لفائده فريق الوداد، فرصه زكريا الهاشمي، ما كانش في وضعيه ديال التسلل، ما كانش في وضعيه ديال التسلل، كانت فرصه لفائده فريق الوداد. تمريره جيده وزكريا الهاشمي ما تمكنش من التسديد. نتابعوا صلاح الدين السعيدي، لاحظوا التمريره ما كانش في وضعيه تسلل زكريا الهاشمي، ولكن ما تمكنش من التسديد. زكريا الهاشمي دائما محتفظ بالكره، كيمر في اتجاه اللاعب ابراهيم النقاش. تمريره ما كاينش هناك تسلل، عطى في نصير شيعمل، التمريره الفرصه لفائده فريق الوداد، فرصه تسديده محمد الناهري، تسديده قويه لا تصد ولا ترد، تعانق شباك الحارس حمزه معتمد. وفرحه جماهير فريق الوداد بهذا الهدف المبكر كيجي في حدود الدقيقه 11. نتابعوا هنا التمريره، عطيف نصير ما كانش في وضعيه ديال التسلل، يمرر القادمون من الخلف محمد الناهري صاحب تسديده القويه ارضيه تغالط الحارس حمزه معتمد وتعانق الشباك. 1-0 لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. نتابعوا من جديد، تسديده قويه ابراهيم النقاش، تسديده قويه ممتاز الحارس حمزه معتمد. يعني كره كانت قويه من ابراهيم النقاش. لاحظوا هذه التسديده عند ياسين العمريوي كيرفع الكره، فرصه خطيره وهدف التعادل بواسطه اللاعب زهير المترجي. اللاعب السابق لفريق الوداد كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. نتابعوا من جديد التمريره ديال نجيب المعتني في اتجاه اللاعب ياسين العمريوي، تمريره ممتازه. ولاحظوا اكيد ارتقاء ديال زهير المترجي يضع الكره في الشباك. تابع الفرصه محمد أولجم مراوغه، فرصه خطيره للوداد، هذه فرصه تسديده صلاح الدين السعيدي والكره كتمشي جانبا. فرصه من جديد لفائده الفريق الاحمر، كان التحضير لصلاح الدين السعيدي اللي كيسدد، ولكن الكره كتمشي جانبا من القائم الايمن لمرمى الحارس حمزه معتمد. من جديد نتابعوا هذه المحاوله، لاحظوا وليد الكرتي من اللاعبين اللي كيمتلكوا امكانيات كبيره. هنا المراوغه ديال محمد أولجم، مشى المترجي دخل داخل المعترك، شيعمل المترجي، تسديده والكره جانبيه. من جديد زهير المترجي كيحمل الخطوره على دفاع فريق الوداد، خصوصا من خلال المرتدات الهجوميه السريعه. تابعوا لنا الوقت اللي خرجت الكره، كاش هناك تسلل، انطلاقه ديال زهير مترجي، جوج المهاجمين امام جوج المدافعين. تابعوا من جديد فرصه لفائده فريق اولمبيك خريبكا. زهير مترجي، البحث على المساحات، البحث على الممرات، مترجي، خطوره والهدف الثاني لفائده فريق اولمبيك خريبكا بواسطه زهير مترجي المتألق في هذه المباراة. اللاعب الودادي السابق قام بكل شيء، انطلاقه، السرعه، المراوغه، التوغل، والكره في شباك الحارس زهير العروبي. ولاحظوا بكل روح رياضيه جماهير الوداد اكيد تصفيقات على لاعبها السابق زهير المترجي. لاحظوا التمريره الثنائيه جميله، ما كاينش هناك تسلل، انطلاقه قويه، هنا السرعه، هنا التمويه، هنا المراوغه. ايمن الحسوني كذلك اللي كان معر. هذه فرصه ممتاز زهير اوشن لاحظ بانه زهير العروبي متقدم على المرمى ديالو، لعب الكره مباشره والكره كتمشي يعني فوق الشباك ديال الخارجيه. الموسم المقبل لمنع البحث على الالقاب. تابعوا الفرصه راسيه، محمد أولجم كيتمكن من تسجيل هدف التعادل. محمد أولجم اكيد
اللي عانى من الاصابه يعود ويسجل الهدف. هدف جميل بضربه راسيه، خصوصا بانه كيجي على بعد اقل من 4 دقائق من نهايه الجوله الاولى. اذا محمد أونجم كيتمكن من تسجيل الهدف. يمكن نقول بانه في وقت مهم ومهم جدا لفريق الوداد. نتابعوا محمد النهير، تدخل زويل الهاشمي، كره في الجهه اليمنى في هذه الاثناء. توفيق قراري يعلن على نهايه الجوله الاولى بالتعادل هدفا لمثلهما بين الفريقين. محمد النهير كان هو السباق لاجل في حدود الدقه 11. إذا خروج زكريا الهاشمي ودخول اسماعيل الحداد، وبالتالي فوزي البنزرتي خلال هذه الجولة الثانية سيبحث على أكيد النجاعة الهجومية، خصوصا بإدخال اسماعيل الحداد، لاعب اللي عنده كل الإمكانيات حتى أنه يحمل الخطورة. صعود كذلك اللاعبين اللي عندهم قامة طويلة، أمين عطوشي وعبد الحميد الكوتاري. تحدثت على عبد الحميد الكوتاري وتحدثت على اللاعبين اللي عندهم قامه طويله، ولكن الجواب جاء من المهاجم اليخاندرو كينتانا، يتمكن من وضع الكره في الشباك. بدايه حمراء، بدايه وداديه، وهدف لفائده فريق الوداد كيعطي التقدم من جديد للفريق الاحمر. هذه فرصه لفائده فريق اولمبيك خليقه بواسطه زوير مترجي. مترجي كينتظر المسانده، كيمرر عند لاعب زويل الهاشمي، يرفع الكره راسيه ما مشاتش بعيد، كانت راسيه بواسطه ياسين العمريوي امامنا المدافع الايسر. راسيه ديالو ما مشاتش بعيد مرمى الحارس زويل العروبي. كانت محاوله زوير مترجي ممتازه عند ادم النفاتي، محاوله استغلال هذا المرتد الهجومي. تسديده ممتازه من ادم النفاتي وتدخل الحارس زويل العروبي. ادم النفاتي لعب الكره بخارج القدم، تدخل عبد الحميد الكوتاري عند اسماعيل الحداد. حداد شنو يعمل الحداد؟ كيمرر عند ايمن حسوني، جميله ايمن حسوني. كنقول انه بغى يلعب الكره بذكاء، لانه بان له حمزه معتمد تقدم بعض الشيء، وبالتالي حاول انه يلعب الكره في الزاويه اليسرى. الكره كتمشي فوق المرمى. اوشن، انطلاقه ديال زوير. اوشن غيبحث على زوير مترجي، تدخل ديال عطيف نصير. هذه فرصه معتني تسديده، ولكن مشات جانبيه. كانت فرصه لفائده فريق اولمبيك خريبكا. تابعنا التدخل ديال عطيف نصير لابعد الكره بالكعب. نجيب المعتني، لاحظوا ان زوير اوشن رفع الراس ديالو، بان له بانه زوير مترجي ينهي الموسم في مراتب. هذه فرصه اسماعيل الحداد. هدف رابع للوداد بواسطه اسماعيل الحداد. اذا كيتمكن من تسجيل وتوقيع الهدف الرابع لفائده فريق الوداد. محاوله كانت جميله، واسماعيل الحداد في المكان والتوقيت المناسبين كيتمكن من وضع الكره في الشباك. لاحظوا التمريره الطويله من الحارس زوير العروبي. هنا الراسيه، امين تيغزوي وضع الكره امام اسماعيل الحداد، ما زاد ما نقص، وضع الكره امين تيغزوي. تمريره طويله في اتجاه اسماعيل الحداد. فرصه اخرى اسماعيل الحداد، اش غيعمل اسماعيل الحداد؟ والحكم كيعطي ضربه جزاء. ضربه جزاء للوداد، ضربه جزاء لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. اسماعيل الحداد يراوغ، وهناك عرقله. اكيد غنتابعوا الاعاده ديال هذه المحاوله، اكيد اللي كتعطي ضربه جزاء لفائده فريق الوداد. نتابعوا هنا اسماعيل الحداد، المراوغه، المواجهه. امين عطوشي امام حمزه معتمد. عطوشي والهدف، هدف خامس لفائده فريق الوداد، 5 مقابل 2. هدف كيجي على بعد اقل من 2 دقائق على نهايه الوقت الاصلي للمباراه والانسيريه في المدرجات.